إياك أن تؤذي روح لا تستطيع رد أذاك إلا بأنين لا يسمعه إلا الله. هاي حبايبي، أنا سانجا ناكو، بتمنى أنكم تكونوا بخير. خلينا نبتدي في قصة اليوم. بسبب بس فكرة أنه أنا بدي يصير ترند، في ناس منا فاهمة أنه أذية الناس أو الحيوانات مش فكرة كتير حلوة أنك تصير عن طريقة ترند. أبدا، الفكرة هاي مو حلوة أبدا. ليش عم بحكي هيك؟ مبارح شاب صيني عمره 27 سنة، بالنسبة لإلي هو إنسان عاقل بيفهم، يعني عنده مخ، يعني بيعرف يفكر. 27 سنة عنده قطة بربيها بالبيت عنده، قدم لها أكل وقدم لها مي. القطة عمرها شهرين، يعني لساتها بيبي. بعد ما قدم لها أكل وقدم لها شرب وحسسها إنه هي مكان آمن، بعد ما حسس القطة بأمان مسكها وحطها في غلاط وقفل عليها وفتح الخلاط. ببساطة صار عم يصور الفيديو وهي جوا الخلاط عم يشتغل. اوكي، لما فكرت انك تصور هذا الفيديو، شو فكرت الناس رح تمدحك؟ يعني شو فكرت انه الناس رح تشاركك؟ انه هلا في مواقع مجنونة وهبلة يعني عندها هذا الشيء عادي وبتدفع مصاري على هذا الموضوع، بس يعني الفيديو كثير مؤذي، عشان هيك ما رح احطه. ما بقدر احط الفيديو لانه اليوتيوب مانع هذا الشيء، فما بقدر احطه. بعد ما نشر هذا الفيديو كتير ناس استنكرت الموضوع ومقدم فيه كتير بلاغات، برغم انه الصين عم تاكل الاخضر واليابس. يعني الناس اللي جوات الصين عم ياكلوا الاخضر واليابس وعم ياكلوا، هن حلال انهم ياكلوا القطط عندهم يعني، بس انه هاي الطريقة ممنوعة. يعني شيء بشع. اتقبض على هذا الشخص وانحبس، ولما مسكوه ليش وسألوه ليش عملت هيك، قال انه بس عشان ترند، بس بدي اطلع ترند. برافو، طلعت ترند على شيء كتير بشع. يعني لا تركتها تعيش ولا عيشتها ولا تركتها تعيش. الشخص ده برغم انه تمسك وانه حيتحاكم عليه، وانا ما اعتقدش انه هيتحاكم عليه بحاجة كتيرة في الصين خاصة. اعتقد انه هياخد 6 شهور او سنة او سنتين بالكتير، بس في حساب عند ربنا. دخلت امرأة النار عشان قتلت قطة، لا تركتها تاكل ولا هي اكلتها. فمحدش يستهان بالموضوع ده نهائي. على قد ما صارت الحياة بالنسبة لنا مجرد مشاهدات وارقام، بقت الحياة خالية تماما من الإحساس. يعني صرنا عم نحس إنه الناس صارت من غير قلب ومن عندها إحساس أبدا. بقينا بس بنشوف أو بنقيم الناس على عدد الأرقام اللي هن عندهم. يعني كم فولو عندك فأنت بتصير إنسان مشهور، والناس كلها بتقتدي فيك، والناس كلها بتبقى تعتبرك على أساس إنك ملهم، برغم إنه أنت إنسان ما عندك شي بتقدمه للمجتمع، بس أشياء فاضية. هذا الكلام ما بينطبق على كل المشاهير، لا، بينطبق على بعض المشاهير بس. بعد كل ده اللي أنا ححمد ربنا عليه إنه لسه في ناس عندها قلب، بجد لسه في ناس عندها قلب. الناس اللي اتفرجت على الفيديو ده وقدمت شكاوي عشان يتحبس في الصين، او الناس اللي استنكرت الفيديو ده على السوشيال ميديا، بجد انتوا برافو عليكم. يعني مهما سودت الدنيا بس لسه في بصيص امل موجود.